مرة تاني نقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب يكون عيد كده مليان فرحة وبهجة. لكن هو ممكن يكون على المستوى العام إن شاء الله يكون عيد سعيد، ولكن على مستوى الرياضة أو الكرة المصرية هو مش سعيد أبدا. مشاكل وأزمات وحوارات وتفاصيل كل يوم جديدة بتبين مدى الفساد اللي احنا واصلين فيه. النهارده هنتكلم في 4 مواضيع منيهم واقعة فساد مش مفهومة حتى الآن. هنتكلم في 4 مواضيع، مش كلهم فساد، واحدة بس منهم فساد. أول قصة هنتكلم عليها نادي الزمالك ومشكلته مع بنتاج لعيبه اللي هو مش هيعرف يسافر من مصر، ولازم عشان يسافر معاه إلى جنوب أفريقيا لازم ياخد تصريح السفر بتاعه من بلده. ليه يا عم من بلده؟ لأن الباشا طلع ما عندوش تصريح عمل، ما عندوش إقامة، ما عندوش بطاقة ضريبية، أو بمعنى صح ما عندوش تصريح ضريبي من احنا نخش منه ضرايب. لاعب جاي بيلعب كلاعب محترف مش متسجل ولاعب محترف، عليه 5% تقريبا ضريبة أو رسوم حاجة كده، مش متسجل. فبالتالي هو هنا موجود، مش عارف أنا هل هو موجود بقى بفيزا سياحي مثلا، محدش فاهم. طب ازاي ده حصل؟ حصل ان في فساد عدى الموضوع. طيب يا سيدي، فاكرين بيراميدز لما قوم الدنيا وما عادهاش، لما جيلي ديشار لعيب النادي الاهلي يقال ان البطاقه بتاعته اتاخرت، وان هو لعب اول مباراه ليه مع النادي الاهلي بدون ما يتسجل في سيستم الاتحاد المصري. ساعتها بيراميدز قوم الدنيا وما عادهاش، وطالب بالغاء نتيجه النادي الاهلي، وان 3 نقط ما تتحسبلوش، وان كذا وكذا وكذا بسبب لاعب موقفه سليم، عقده سليم، جاي بتصريح عمل، كل شيء، ولكن يقال ان هو ما تسجلش على السيستم، بطاقته اتاخرت، فلعب المباراه الاولانيه من غير ما يتسجل على السيستم. هل نادي بيراميدز هيتعامل مع نادي الزمالك وبنتاج بنفس الطريقه، ولا هو الموضوع بس عنده ومكايده في النادي الاهلي؟ تاني حاجه هنتكلم عليها الاهلي والتحكيم. الاهلي بيطالب بتحكيم مباراته مع بيراميدز بعد ما نادي بيراميدز لغى، طبعا زي ما احنا قلنا امبارح نادي بيراميدز لغى طلبوا في احضار حكم اجنبي لمباراته مع النادي الاهلي، وقال لك انا خلاص مش عايز تحكيم الاجنبي، انا عايز تحكيم مصري. رد على النادي الاهلي وقتي على طول، قال له يا ريس الفلوس اللي هتدفع لهم كانت هدفعها انا، وكمل اجراءاتك. انا عايز تحكيم اجنبي للمباراه بتاعتي مع بيراميدز، لا انا كمان عايز تحكيم لل6 مباريات بتاعتي اللي جايه في الدوري العام. انا عايز كله تحكيم مصري، عايزه سوري، انا عايزه كله تحكيم اجنبي مش عايزه مصري، وهدفع الفلوس تمام. لا وكمان هات لي بقى، احنا كنا لعدنا لكم فلوس 50,000 دولار في ماتش ما في زمن ما، عايزين نعرف بقى الحسبة بتاعته، هل انتوا دفعتوا ال50,000 دولار ولا سمسرتوا فيها؟ ابعت لي كشف حساب بالمبلغ ده. نادي بيراميدز ونادي الزمالك في اكتر من مناسبة حاليا اقروا بالتحكيم المصري. يعني نادي بيراميدز بعد ما كان طالب تحكيم اجنبي قال لك لا انا عايز تحكيم مصري. نادي الزمالك بعد ما كان قبل ماتش القمه باسبوع كان ميدو طالع بيصرخ من التحكيم المصري، قبل في ماتش القمه تحكيم مصري. الاثنين وبتصوروا بقى، يعني انت ايه، نادي الزمالك متصور في نص الملعب طبعا مع التحكيم المصري وهو بيلغي المباراه، وبيتفاخروا بهذه الصوره دي دليل عليك مش ليك، دليل عليك ان انت اهو قبلت التحكيم المصري، اوعى تشتكي منه بكره. ودليل عليك يا بيراميدز انت كمان ان انت عايز التحكيم المصري، ان انت رفضت تستخدم حكم اجنبي وقلت انا عايز حكم مصري. كل ده دليل ان التحكيم حلو ليكم لكن وحش لينا. هنسمعكم بعد كده بتقولوا ان التحكيم جاي مع النادي الاهلي، ساعتها هتلاقي صوابع الاتنين لا مؤاخذه جوه عينك الاتنين، سواء انت يا زمالك ولا بيراميدز. اي مشجع هيطلع يقول اصل التحكيم وانس مع النادي الاهلي، هقول لك لا يا حبيبي، التحكيم المصري احنا مش عايزينه، واكبر دليل اللي احنا هنجيب اهو تحكيم اجنبي كنا عايزينه في مباراه الزمالك، وهندفع فلوس عشان نجيبه في مباراه بيراميدز، وهنجيبه في بقيه الدوري كله عشان نضمن الحياديه. حضراتكم انتوا كزملكاويه كمسؤولين بيراميدز انتوا اللي رافضين الموضوع، عندكم مش عندنا. الرابطه بح خلاص، الرابطه اخر سنه، الرابطه سواء استمرت بعد مشكله القمه ولا لا، يعني سواء هي استمرت سواء هي كملت، في الغالب هتكمل ال6 ماتشات بتاعتها وبعد كده هيتقال لها باي باي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني هيتم حل الرابطه بقى او هينتهي عملها مع انتهاء الموسم، وهتبقى لجنه
تبقى لجنه داخل اتحاد المصري لكره القدم. يعني هتبقى لجنه الانديه اسمها بقى، يعني يبقى لجنه الانديه او لجنه الرابطه او رابطه اللجنه، ايا كان المسمى اللي هتكون عليه. وهتكون بالظبط عامله زي عوده الابن الضال لحضن الاتحاد المصري لكره القدم. وهتكون لجنه من ضمن لجان الاتحاد، مش لجنه مستقله زي ما كانت في الاول. يعني الاتحاد هيعين القائمين عليها، مش هيتم انتخابهم. يعني قال يعني مثلا ان الرابطه الاولانيه كان بينتخبوهم بس، ماشي تمام اوكي، بس المره دي هيبقى ايه بقى؟ لا، تعيين على طول يا باشا، احنا مش هنعمل نفسنا بننتخب حد، لا احنا هنعين على طول. طب ده ايه برضو معناه؟ يعني احمد مجاهد، يعني الحاج عامر حسين، يعني الوشوش القديمه كلها هترجع تاني. في الغالب احمد مجاهد هيكون هو رئيس الرابطه او رئيس اللجنه او ايا كان المسمى بتاعها. وعامر حسين هيكون بقى بسجارته كوبايه الشاي، هيكون منظم بطوله الدوري الجاي. يعني يا باشا هيقعد كده بكوبايه الشاي ويقول ده الاهلي يوم كذا والزمالك يوم كذا وبيراميدز يوم كذا، كالمعتاد. تيت تيت تيت، الدوري يرجع للخلف بكل تفاصيله، بكل شخصياته، بكل مشاكله. هيحصل ازاي ده بقى؟ بص يا باشا، هيتعدل لائحه الاتحاد. يا تمام، واللي هيعدلها طبعا المهندس احمد مجاهد. اه والله زي ما بقول لك كده، احمد مجاهد. ما هو طبعا الاستاذ سمين ده يا هاني ابو ريده مش فاضي، يعني الراجل كتر خيره اتحاد دولي واتحاد افريقي. فكتر خيره برضو الباشمهندس احمد مجاهد، برضو الراجل هيقوم بالليله كلها مشكورا، وهينظم لنا الدنيا، ما هو ما فيش غيره. خد بالك انت، وقول للدوري المصري باي باي.